يلا بينا النهاردة هنعمل عجينة السمبوسك بحشوة مطاطية رهيبة، بجد رهيبة. حشوة لذيذة جدا وعجينة سهلة جدا وطيعة في ايدك وطعمها رهيب، لازم تجربوها. اول حاجة 4 كوبايات من الدقيق متعدد الاستخدام، رشة من الملح، وبعدين هنزل عليهم ب4 معالق كبار من الزيت، وهبتدي ابس كده الدقيق كويس بالزيت زي ما انتوا شايفين كده بايدي. بعدين هبتدي انزل عليهم بالتدريج مية فترة جدا، شويه بشويه لغايه ما العجينه دي تتلم معايا بالشكل ده. هبتدي اعملها كور كده على قد حجم الليمونه واسيبها ترتاح من نص ساعه لساعه. يلا نعمل الحشو. ووك على نار عاليه، مكعبين من الزبده، عليهم 2 معلقة كبار من الدقيق، وبعدين هنزل عليهم بكوبايه من اللبن. هقلب كويس جدا لغايه ما الدقيق يختفي والقوام يبقى ناعم وكريمي معايا كده. انزلي بقى عليهم يا ست الكل ب2 كوباية كبار من الجبنه الموتزاريلا، اهم حاجه يبقى نوعها كويس، لغايه ما تفك معاكي وتبقى سايله كده وكريميه قوي. ربع كوبايه او رشه بسيطه من حبه البركه، وتبقى عجينه معاكي بالشكل ده. شايفين القوام؟ لذيذه جدا، حشوه حلوه قوي. بعد ما بنقلب فيها وبتديني المطه دي كده والقوام الحلو ده اللي هنحشي بيه عجينه السمبوسه بتاعتي، كده خلصت. بنطفي النار ونجيب طبق ونبتدي ننزل فيه بالحشوه بتاعتي ونسيبها تبرد على جنب. شايفين القوام حلو ازاي؟ لذيذه جدا اهي. تقدري بعد كده تحشي بيها اي حاجه. هنسيبها بقى على جنب ونجيب العجينه بتاعتي اللي ارتاحت ونبتدي نفردها كده زي حجم القطايف بالظبط، ونجيب الحشوه بتاعتي ونبتدي نتنيها نص على نص. انا بحب اعمل الحركه دي اللي هي من بره لجوه زي الفل. والشكل التاني نفس الحركه بس بنزل عليها كده، يعني بنهرس فيها شويه كده بالشوكه. ده الشكل التاني اللي هعمله معاكم. حشوة سهلة جدا ومفيهاش اي حاجة. الوصفة دي بعد ما بتعملي الشكل ده، جيبي اي طبق عندك وابتدي حطي شوية كده رق من الدقيق ورق وكيسة كده، وابتدي فرزيها في التلاجة وطلعيها على التحمير، مش هتاخد معاكي وقت خالص وقت الفطار بالشكل ده. وبقى فيها زيت غزير وسط، ونبتدي كده نحمر السمبوسك بتاعتي بالشكل ده واللون الذهبي ده. هشة جدا يا جماعة، وبجد الحشوة اللي جواها رهيبة، بجد جربوها. بصوا شايفين مورقة ازاي من جوه؟ الحشوة بتقع منها كده. وخلصت وصفة النهاردة، بالهنا والشفا مقدما. ولايك وسيف للوصفة.